ويلكم ليوتيوب فيديو تاني مكسر الدنيا وخطير جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم على ازاي انا عملت لانش للنوت بوكس بتاعتي الشهر اللي فات، وازاي ان النوت بوكس ديت completely sold out من المحتوى بتاعي، بس برضو كنت خسرانه فيها علشان غلطات انا عملتها. فاتكلم معاكي النهارده في الفيديو على الغلطات اللي انا غلطتها كانت ايه عشان انتي تتفادي غلطات زي دي، وهتكلم معاكي على كل الديتيلز بتاعه النوت بوك والبروسس كمان بتاعه تصنيع النوت بوك ديت. يلا بينا نبتدي. هاي، انا اسمي ساره القاهري وانا بعمل محتوى بيساعدك انت تزودي المبيعات بتاعتك من خلال المحتوى بتاعك على انستغرام. فما تنسيش انت ممكن تعملي فولو على انستغرام وعلى تيك توك، وما تنسيش كمان تعملي سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتي عشان انا بنزل لك فيديو كل اسبوع بيتكلم على توبيك تساعد البيزنس بتاعك. انا في شهر ديسمبر نزلت نوت بوك. النوت بوك ديت كانت عباره عن بلانر للسوشيال ميديا. البلانر ديت كانت المفروض ان هي بتساعد اصحاب البيزنسز ان انت تعملي محتوى الانستجرام بتاعك، فتبقي بتعملي محتوى كويس جدا، ما يكونش عندك مشكله في المحتوى، تكوني كمان بتحققي مبيعات لما بتظبطي المحتوى. فبيزيكلي بتظبط لك كده حياتك في المحتوى بتاعك، وبتظبط لك كمان اللانش بتاع كولكشن جديده على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك. لما عملت لانش للنوت بوك ديت كان عليها ضجه كبيره جدا جدا جدا، وناس كتيره جدا كانت انترستد ان هي تخش وتشتري النوت بوك دي. هاويفر انا خسرت جامد جدا في النوت بوك ديت، وعملت كمان غلطات مختلفه في البرودكشن، وهي ديت اللي ادت ان انا اخسر. فتعالي بقى نتكلم مع بعض على البروسس. انا جات لي الفكره ان انا هعمل النوت بوك ديت في شهر 1 السنه اللي فاتت، وفي شهر 1 انا قررت خلاص ان شاء الله هعمل لانش في اخر السنه للنوت بوك. معلومه ما كانتش عندي ان المفروض ان انت لما بتعملي لانش لبلانر للسنه الجديده بتنزليه في شهر 10. انا كنت عارفه الموضوع دوت، اكتشفته متاخر شويه، بس الحمد لله بعنا كويس يعني. انا دلوقتي ابتديت اشتغل على البلانر دوت في شهر 9. قلت للتيم بتاعي يلا يا جماعه تعالوا هنجيب ديزاينر، الديزاينر دوت يعمل ديزاين للنوت، وعملت الاوتلاين بتاع النوت بوك، كتبت كده في ورقه وقلم انا عايزه ايه اللي هيحصل. اول غلطه غلطناها ان التيم بتاعي كان بيحاول يكون efficient او بنوفر فلوس فابتدوا ان هم في الاول الديزاينرز اللي جابوهم ما كانوش ناس كواليفايد وما كانتش ناس كويسه، فدوت ادى ان انا البرودكشن او الديزايننج بروسس اصلا اتاخرت 3 اسابيع لوحدها. بعد كده انا جبت ديزاينر كان ديزاينر كويس كواليفايد بيعرف ان هو يعمل ديزاينز كويسه، واتفقت معاه ودفعت له دبل الماركت افريج علشان يخلص لي الحاجه في اسبوع. اللي حصل الديزاينر دوت كان unreliable بشكل ان هو اتاخر عليا 3 اسابيع في الديزاين، واي اندد اب ان انا اخدت الديزاين دوت وعملته انا بنفسي في الاخر. فدي كانت مشكله تانية، ان انا لما جيت اخترت الديزاينر اخيرا بصيت بس على التكنيكال سكيلز بتاعته، وما بصيتش على هو اثيكال ولا لا، هو شخص بيقدم الحاجه في ميعادها ولا لا. ما اتفقتش معاه على لو انت اتاخرت مثلا كنت بعتها بس في ايميل بس ما قلتلهاش فوكالي، واكتشفت ان هو ما بيقراش الايميلات بتاعتي. فكل دوت ادى في الاخر ان هو بيتاخر عليا وهو مش في دماغه اصلا. ففي الاخر اي اندد اب ان انا اخدت منه الرا فايل ورحت عند ابن خالتي في البيت على اللابتوب بتاعه هناك، وقعدت عملت انا الديزاين. دلوقتي الساعة 9:30 يوم 9 نوفمبر. النوت بوك كانت المفروض انها تطبع يوم 4، بس الديزاينر حبيب قلبي ما عملش اي حاجه. الديزاينر سيء يعني، اخد فلوسه الحمد لله ومشي. فانا دلوقتي قاعده على إيلاستريتور بعمل الديزاين في بيت ابن خالتي علشان انا ما عنديش إيلاستريتور على اللابتوب. الحمد لله. اهلا بيكم دي 2 بالبيجامه. خلاص قربت اصل الكونتنت ايدياز والستوري بلانز بستفها نبعتها للمطبعه، ويا رب ما يكونش في اي تاخير. بعد لما خلصنا الديزاين الحمد لله عملت غلطه تانية. احنا الفيديو ده كله غلطات. الشخص اللي انا كنت بتعامل معاه علشان يطبع لي النوت بوكس ما كانتش المطبعه نفسها، انا جبت حد في النص يبقى هو ميدل بيرسون، هو اللي يتكلم مع المطبعه، هو اللي يعمل نيجوشيشن مع المطبعه، وهو كمان اللي يتاكد ان الكواليتي بتاعت الحاجه طالعه كويسه. ده عمل لي مشكلتين. اول حاجه دفعت سعر اعلى، تاني حاجه الكواليتي طلعت سيئه to a point where انا ما بعتش اكتر من 70% من النوت بوكس اللي انا جبتها. الشخص دوت كانت الغلطه ان انا جبته ثرو حد انا اعرفه، فكنت انا واثقه فيه بزياده، وانا ما كنتش المفروض ان انا اعمل كده. وانا كنت مسافره لما هو جاب لي الحاجه ان هو يسلمها لي على البيت في مصر. فكان اللي حصل ان انا دفعت 60% ديبوزيت، وقبلها هو كان جايب لي سامبلز، كان جايب لي 2 سامبلز. واحده الورق كان رخيص جدا، it was very thin، اللزق ما كانش كويس، كانت فيها مشاكل كتيره جدا ما عجبتنيش. والتانيه كانت بالنسبه لي حلوه جدا، يلا بينا هنبتدي ان احنا نطبعها.
والتانية كانت اغلى بكتير جدا من الاولانيه. انا النوت بوك كانت مكلفاني يعني اراوند 125 جنيه في البيزك اللي هي بقى البرينتنج والكلام ده كله، ده غير طبعا الحاجات التانية الباكجينج وكل الكلام ده. فهو اخد النوت بوكس وابتدى ان هو يروح يديها للمطبعه وابتدى ان هو يطبعها. ولما وصل لي الحاجه على البيت زي ما اتفقنا انا كنت سافرت، فلما رجعت كنت انا اوريدي دفعت له النص التاني من الديبوزيت. لما رجعت بقى خلاص كان في ديسمبر، يلا بينا هنبتدي ان احنا نطلع الاوردرز وهنعمل لانش وهنقول للناس تيجي تشتري، اكتشفت ان النوت بوكس سيئه للغايه. اكتشفت ان النوت بوكس كواليتي وحشه جدا، اللزق بيتفك، كنت بمسك الكراسه الورق يقع، كانت في حاجات متدبسه اللي هو التدبيسه باينه من بره، كانت حاجات تانية مطبوعه بالمشقلب. واحنا بنتكلم ان انا اوت اوف 200 نوت بوك انا كنت عاملاها كان في 30 واحده هي اللي كانت اكشلي ينفع تتباع. فمن هنا حصل بقى مشكله تانية، ان انا ما كنتش ينفع ان انا ادفع الديبوزيت دوت قبل ما اتاكد على واحده وانا عارفه ان ات ميك سنس لمعظم الناس اللي هو لا ده طبيعي يا ساره مفيش حد بيعمل كده، بس اجين عشان تو someone I trusted فما كنتش هراجع وراه على الشغل، ودي كانت غلطه ان انا لازم اراجع على الناس كلها. وكمان كلفتني اكتر بكتير من لما كنت عملتها مثلا في مكان تاني كان هيبقى ارخص. فالمهم بعد كده ابتديت ان انا كلمت الشخص دوت يلا وتعالى ناخد الحاجه وهنطبع الحاجه، طبعا بعد مشاكل ومناقشات كتيره ايفنشلي اخد الحاجه علشان يصلحها لي. بس برضو لما رجعها اكتشفت المطبعه ما فتحتش نص الكراسات، كان فيها نفس الغلطات ونفس كل حاجه، فبقى معايا اراوند 75 نوت بوك اوت اوف ال 200 اللي انا كنت المفروض اطبعهم هم اللي ينفع يتباعوا. فدوت خلاني اضطر ان انا كل نوت بوك بفتحها 3 مرات اتاكد ان هي اللزق تمام، ابص على شويه حاجات كده اتاكد ان هي تمام قبل ما اطلعها للاوردرز. الحاجات اللي انا عملتها صح هو الكونتنت، ان انا ما عملتش كونتنت كتير قوي، بس الحمد لله عشان النوت بوك عليها ديماند عالي قوي فناس كتيره جدا دخلت اشتريتها، وبقت حتى لما خلاص بقت اوت اوف ستوك اللي هو ما ينفعش ابيع الحاجات الديفكتد اللي معايا، ناس كتيره جدا كانت برضو لسه عايزاها وبتسال عليها. فانا متاكده ان انا لو كنت معايا اكشلي نوت بوكس كانوا خلصوا، بس للاسف قدر الله ما شاء فعل يعني اللي حصل. الحاجه الثانيه برضو اللي كنت ممكن انا احسنها هي الوقت بتاع اللانش، وهي ان النوت بوكس المفروض بيتعمل لها لانش في الوقت بتاع شهر 10، فان شاء الله السنه الجايه لو هعمل نوت بوكس ثانيه هعملها في شهر 10 ان شاء الله، مش هعملها ديورينج الفتره دي. حاجات تانية برضو كتير حصلت. حاجه انا عملتها كانت كويسه جدا وهي اختيار شركه الشحن. انا شركه الشحن لما جيت اختارها اخترت شركه شحن عندها سيستم تراكنج كويس جدا، بمعنى المندوب بيجي ياخد من عندي الاوردر يطلعه، انا اطلعه من عندي، ابقى عارفه الاوردر دوت فين راح للكاستمر كام مره وهكذا. فده كان مسهل جدا عليا وعلى التيم بتاعي الفولو اب على الاوردرز، نبقى عارفين الاوردرز رايحه فين وما جاتش منين وهكذا. حاجه تانية انا عملتها بس طبعا مش كل الناس تقدر تعمل كده، وديت قللت جدا عليا ان حد ما يستلمش الاوردر. يعني الحمد لله 100% من الناس اللي عملت الاوردر استلمته. ليه؟ علشان كل الناس كانت دافعه ثمن. عملت ان ما ينفعش حد يطلب الاوردر قبل ما يدفع ثمنه مقدما. طبعا ده كان فيه عيب ان كان في ناس مش عارفه ان هي تدفع، بس انا كنت عامله اوبشن امان، كنت عامله اوبشن فوري، كنت عامله اوبشن كل الاي والتس اللي كانت موجوده وكمان بالفيزا، فانت تقدري انت تنزلي من البيت تدفعيها بفوري، تقدري انت تدفعيها من البيت بالاي والت بتاعتك او بالفيزا بتاعتك وهكذا. يعني الناس كانت عندها اوبشنز كتيره قوي للدفع، فطبعا دوت ما قللش قوي، بس كان في ناس بتشتكي تقول انا عايزه ان انا ادفع عند الاستلام، وانا كان بالنسبه لي انا عندي عدد قليل جدا من الكورسات بعد اللي حصل ده، ما ينفعش اصلا ان انا كان اتحمل ان اوردر يطلع وما تستلميهوش. هتاخدي الاوردر تعمليه لازم تاخديه على طول. الحاجه الثانيه اللي كانت محتاجه برضو ان انا اظبطها هي ان انا كنت كاتبه بره الدفع بدون مصاريف الشحن، دي كنت كاتباها في اول اسبوع، وناس كتيره فهمت ان الاوردر فيه فري شيبينج، مش ان الاماونت مش انكلودنج الاماونت بتاعت الشحن. فديت حاجه احتجت ان انا اغيرها بعد اول اسبوع، لما في 2 دخلوا قالوا لي انا كنت فاهمه حاجه تانية، فساعتها انا دخلت ورحت غيرتها وكتبت دفع الشحن عند الاستلام. فاللانجوج طبعا بتفرق ان ما يحصلش اي ميس كوميونيكيشن. كان بالنسبه لي مهمه جدا 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 ان انا لو حد فهم حاجه غلط كنت بقول لهم خلاص هلغي لك الاوردر، بس كلهم ما كانوا بيبقوا عايزين ياخدوها وخلاص، بس كانوا بيقولوا لي ان هم كانوا متضايقين من حاجه زي كده. الحاجه الثالثه كان فيدباك جالي، كان ان في ناس ما قرتش التيرمز اند كونديشنز، اللي هو مثلا الوقت بيوصل في خلال قد ايه، التوصيل بيوصل في خلال قد ايه. في ناس كانت بتبقى متخيله ان هي لما عملت الاوردر ان هي كده خلاص الاوردر جه وهي ما دفعتش، فطبعا الاوردر ما كانش بيسمع عندنا على السيستم، فده كان مشكله ثانيه. اوفر انا شايفه ان هي كانت اكسبيرينس طبعا بالنسبه لي فيري انلايتنينج. يعني فكره مثلا انا اتعامل مع شركه شحن واقعد اكلم المندوب والحاجه راحت فين والحاجه جت منين، ربنا يكون في عونكم. الحاجه الثانيه برضو اللي انا كنت عملتها regards to the packaging. الباكجينج بتاعنا كان packaging relatively very cheap. اكتر حاجه كلفتني كانت ورق الزبده which is
very surprising بالنسبه لي. اشترينا ورق زبده زياده قوي عن اللي انا كنت محتاجاه. كنا جايبين ورق زبده ب 750. ورق الزبده كنت اكتشفت ان انا كنت ممكن اقصقصه والواحده بتعمل لي 4 وانا كنت جايبه اراوند 200 واحده منها، فكنت ممكن ان انا اجيب مثلا 50 وكانت هتكفي ال 200 عادي خالص، ما كانش يبقى فيه مشكله. فدي كانت حاجه برضو. الستيكرز اللي كنت جايباهم كانوا عاجبني جدا، بس طبعا هيقعدوا معايا دلوقتي عشان احنا لسه ما عندناش نوت بوكس نبيعها. ف I think ان انا الحاجه اللي كنت ممكن اعملها ان انا في الاول اجيب نص الكميه للباكجينج، وبعد كده لما الاقي ان هو بيبيع اكتر كنت ممكن اجيب اكتر بعد كده. حاجه ما كنتش طبعا هتوقعها ان المطبعه يطلع الشغل بتاعها كويس، عشان السامبل اللي كانوا اديها لي كانت كويسه جدا. فهيكون ارخص لك لو انت متاكده ان انت هتبيعي الحاجه اللي انت هتعمليها 100%، طبعا انت تجيبي الباكجينج كامل. بس انا في الكيس بتاعتي سنس ان ديت كانت اول مره انا جبت باكجينج على قد عدد الكراسات، وعدد الكراسات طلع فيهم مشكله من المطبعه، فاللي اتباع بس هو اللي كويس والباقي ما قدرتش طبعا ان انا ابيعه. فدي حاجه برضو ممكن اديها لنفسي كفيدباك لبعد كده ان شاء الله. حاجه الناس كانت مبسوطه جدا 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 منها ان انا كنت بسيب نوت كده، كنت بكتبها بايدي وبحطها في الباكجينج عشان اخلي ان الاكسبيرينس تكون بيرسونال. كنت بكتب لها حاجه اشكرها ان هي اخذت النوت بوك ديت، فكانت ناس كتيره جدا 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 بتنبسط جدا 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 منها. فدي كانت حاجه برضو كيوت ان انت تخلي الباكجينج بتاعك بيرسونال، ان انت تحطي حاجه تو بيرسونلايز الحاجه اللي انت بتقدميها، فالكاستمر ياخد الباكجينج يحطها عنده وينبسط جدا بيها، تحس الله دي كتبت حاجه مخصوص عشان. فديس is something that's very cute تحطيه عندك برضو في عين الاعتبار. حاجه كنت ممكن اقول ان انا ممكن لو ارجع لنفسي كده واتكلم مع نفسي كنت ممكن اظبط ايه في النوت بوك. البرودكشن كان اهم حاجه. انا عملت كونتنت during الفترة بتاعت ديسمبر، والكونتنت ما كانش كتير، يعني كنت نزلت في الأول ريل بتكلم على النوت بوك، يا جماعة احنا عندنا نوت بوك مش عارفة ايه، وبعدها في الآخر بعد 2 weeks أنا عمالة بتكلم عليها، بطلت أتكلم عليها وكانت لسه برضو بتبيع، وكان لسه ناس بتسأل، لسه لحد دلوقتي احنا في آخر يناير وناس لسه بتسأل على النوت بوك، وللأسف مش عارفة أطلعها لهم. وكان بالنسبة لي لما كلمت مطبعة تانية عشان أعملها كنت محتاجة إن أنا آخد برضو عدد كبير، فكان بالنسبة لي خلاص هتقبل الخسارة على إن أنا أعمل حاجة كبيرة بالشكل دوت تاني، أو إن أنا أطبع تاني. فلو هرجع لنفسي اقول لنفسي ظبطي المطبعه، الاوبريشنز، ركزت في الماركتنج، ركزت في المحتوى، ركزت في الباكجينج، ونسيت الحته بتاعت البرودكت دي عشان انا برضو شخص بتاعت ماركتنج قوي. فممكن ديفينتلي بعد كده ابقى محتاجه ان انا اركز عليها اكتر، ابص على الكواليتي بتاعت الحاجه اكتر قبل ما تطلع علشان ما يحصلش فيها مشاكل تاني. overall I was very happy بصراحه ان النوت بوك ديت ما كنتش مصدقه ان في ناس اشترت النوت بوك وبتستخدمها كل يوم. كان في ناس كتير جدا تقعد تصور لي وتقول لي بصي انا قاعده على البحر في اسكندريه وبصور، في ناس من اسكندريه وفي ناس من الغردقه وفي ناس من دمياط وفي ناس من القاهره، ناس كده من كل حته شاريه النوت بوك وبتستخدمها وبتكتب فيها. it was something I'm very very proud of. مع ان كان بالنسبه لي experience negative، يعني لما الموضوع كان بيحصل وانا في نص الموضوع كنت متضايقه جدا، كنتش بنام، كنت متعصبه، كنت قاعده حاسه ان انا بوظت الدنيا وthis could have been amazing. ده غير طبعا ان الفاينانشال لوس، البيزنس بتاعي اخد فاينانشال لوس كبيره قوي بسبب الموضوع ده. بس overall it was an experience، ومحدش بيتعلم ببلاش زي ما على طول بنقول. اتمنى الفيديو يكون عجبك. حبيت ان انا كده اشارك كل الاكسبيرينسز بتاعتي، لما بغلط في حاجه احب ان انا اشاركها، ولما انجح في حاجه كمان احب ان انا اشاركها. والاكسبيرينس ديت كانت فشلنا في الموضوع بس برضو ناجحين في حته تانية. تنسيش تعملي سبسكرايب واحكي لي على الغلطات اللي انت عملتيها في البيزنس بتاعك اول ما ابتديتي تحت في الكومنت، وممكن انا اخد الحاجات اللي انت حطاها تحت في الكومنت ديت ونجيب اكسبرت على كل مشكله يتكلم عليها في البودكاست عشان تعرفي انت تستفيدي برضو من شخص مختص في المشكله دي. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.